هذه قصة حصلت عام 1409. طبعا كان الصمان فيه ربيع، الصمان، وكان العراقيين وقتها قبل الأزمة، الكلام هذا قبل الأزمة 1409، كانوا العراقيين يجون في الصمان يربعون في الصمان العراقيين بأهلهم ويجي يقول عاد يعلمني الرجال هذا، يقول غدت لي ناقة تولد تمخض، ورحت اخذت جرة الناقة ابى ادور ناقتي. يقول يوم اني امتس علي النهار وطال علي النهار، لو اني يوم اني جعت قلت بالي مع عزيمة اتغدى عندهم وتقهوى عندهم. يقول انا اخذ مع جرة الناقة يوم عاينت لي البيت بيوت من اول بيوت العراقيين يسوونها بشعر غنمهم ابيض، لونها بيض بيوتهم، ما بزي بيوت الشعر الاولى السود. يقول انا اجي يوم جيت كبيت جرة الناقة وانا حرت للبيت الابيض هذا، بيت شعر ابيض. يقول يوم وقفت قدام البيت الوايت عنده ولد شباب، يقول قلت وانا عاين لي احنا في عاد وقت برد، يقول لي العود جاسم عود سبيل جاسم في بيت الشعر والدلال مساطرة قدامه وعلى فروة وغترة بدون تلغم، تقول تلطم ما الشماغ على. قلت وانا عامل وانا عاود احسب انه عاود نجلد، عاود نجلد ما له لحيه. يقول سبحان الله الرياء حتى في الاخلاق ما الله حبه. يقول قلت خلني اجي واحب راس العود علشان الولد اللي عند الوايت يشوفني يوم حبيت راس العود عشان يتحفون بزياده. يقول انا اجي امشي مشيت سريعه وانا اسلم على جبهه العود، وانا اجي اسمع جنب مهرج العود الدخان قدامه يلف دخان ويشرب ويكح يشرب ولا هرج. يقول والولد جاني يضحك وانا اقوم وانا اسلم عليه. المهم ياخذ البغداديه من الدلال اللي مطاط قدامنا، روس البغداديات تقول حمير، تقول روس الحمير البغداديات الاولاد. يقول ويصب لي فنجان، قلت صب لابوك واسوي فيها اخلاق. ابوها اللي انا سلمت على جابته اول قال تقهوى يا رجال. قلت والله ما يجيني غير بعد ابوك. قال هذا ما هو ابوي هذا امي. هذا اللي انا سلمت على امه، انا احسب انها عود نقلت وتدخن وتكح وعلىها برد، اضرني متوسق الراس العجوز. يقول يوم قال امي وانا عاين فيه عجوز كبيره مجرت له، انا احسب انها عود نقلت. يقول لو اني ما انكسحت ولا عاد غدا ولا عاد شيء وسلم على راس العجوز اموت جبهتها من يوم اني جيت. يقول يوم اخذت شوي قلت انا بمشي. يقول اروح ادور جرة ناقتي ضيعتها واجي اعود لاخوي هالعزبه. يوم جيت اخوي عيونه مغاوير قال عساك لقيت الناقه. قلت ما لقيت الناقه ولا استفدت غير حبه العجوز العراقيه اللي يعاني وجعان منها ليه. ما لقيت ناقتي، لقيتها الفاطره اللي متحبحبها تلف من الدخان احسب انها عود.